السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبائي الطلاب مجددا. نكمل حل أسئلة هذه مجموعة هذه الأسئلة على على دروس الفصل الرابع. نبدأ أحبائي الطلاب بهذا السؤال: أوجد القاسم المشترك الأكبر قاف ميم ألف للعددين 12 و 15. أحبائي الطلاب، قلنا أن هناك العديد من الطرق لإيجاد القاسم المشترك الأكبر. يمكن أن أوجد أحبائي الطلاب هكذا قواسم في شكل قائمة، ممكن أن أكتبها هكذا: قواسم العدد 12. نوجد أولا قواسم العدد 12، ثم أحبائي الطلاب نوجد أيضا قواسم العدد 15، ثم بعد ذلك نختار القاسم المشترك الأكبر لهذين العددين. أحبائي الطلاب، لاحظ أن قواسم الاثنى عشر أحبائي الطلاب هي نبحث عن أعداد نضربها في بعض تعطينا 12، هي الواحد والاثنى عشر، وثلاثة ضرب أربعة تعطينا 12، واثنين ضرب ستة تعطينا 12. إذا قواسم الاثنى عشر هي الواحد والاثنى عشر والثلاثة والأربعة والاثنين والستة، كما يمكن كتابتها بالترتيب أحبائي الطلاب. أما قواسم الخمسة عشر، واحد وخمسة عشر، يعني الواحد والعدد نفسه، وثلاثة وخمسة، هذه قواسم الخمسة عشر. لا يوجد قواسم أخرى للخمسة عشر ولا يوجد قواسم أخرى للاثنى عشر. إذا نختار القواسم المشتركة. لدينا المشترك الواحد، ولدينا المشترك الثلاثة، ولا يوجد قاسم مشترك آخر بين الاثنى عشر والخمسة عشر. إذا أحبائي الطلاب يمكن أن أكتب هكذا: قاف ميم ألف القاسم المشترك الأكبر أحبائي الطلاب يساوي ثلاثة. القاسم المشترك الأكبر للاثنى عشر والخمسة عشر ثلاثة. أحبائي الطلاب، هذه طريقة وأنا اتبعت في الأسئلة السابقة لإيجاد القاسم المشترك الأكبر، طريقة القسم على أعداد أولية. هذه الطريقة التي حللت بها الآن أحبائي الطلاب تصلح للأعداد أو تصلح للأعداد الصغيرة. إنما نوجد قواسم مشتركة أو قاسم مشترك أكبر لأعداد صغيرة يمكن أن نطبق هذه الطريقة. أما إذا كانت الأعداد كبيرة وكانت أكثر من عدد، كان لدينا نريد أن نوجد القاسم المشترك الأكبر لثلاثة أعداد أو أكثر أحبائي الطلاب، وكانت الأعداد كبيرة، فيفضل أن نستعمل طريقة القسمة على أعداد أولية. ننتقل أحبائي الطلاب للسؤال الثاني، وهو يريد فيصل زيارة ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية، وهي جدة، الرياض، مكة، بحيث يزور مكة أولا. فبكم طريقة يمكنه ترتيب زيارته لباقي المدن؟ إذا أحبائي الطلاب، لعل هذه المسألة تتبع لدرس خطة حل المسألة، وهي خطة إنشاء قائمة منظمة. لاحظوا أحبائي الطلاب، يريد فيصل زيارة ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية بحيث يزور مكة أولا. فبكم طريقة يمكن ترتيب زيارته لباقي المدن؟ كم مدينة تبقى لدي أحبائي الطلاب؟ تبقى لدي مدينتين. إذا بكم طريقة يمكن ترتيب باقي المدن؟ يتم ترتيبها بطريقتين. كيف ذلك أحبائي الطلاب؟ هو يقول أنه سيزور مكة أولا، إذا نثبت مكة أولا. طيب، تبقى لدي مدينتين اثنتين، جدة والرياض. إذا يمكن أن يزور مكة أولا، بعدها يزور جدة ثم الرياض، أو هذه الطريقة. ويمكن أن نرتبها بطريقة أخرى: مكة أولا، ثم يمكن أن يزور الرياض، ثم بعد ذلك يزور جدة. هكذا أحبائي الطلاب. إذا بكم طريقة يمكنه ترتيب زيارته لباقي المدن؟ تبقت لدي مدينتين، إذا يمكن أن نرتبهما بطريقتين. إذا يتم الترتيب بطريقتين، يتم الترتيب بطريقتين. كما يمكن أحبائي الطلاب أن أستعمل طريقة تسمى طريقة مبدأ العد. يمكن أن أستعمل طريقة تسمى طريقة مبدأ العد. فأنا لدي الآن مبدأ العد أحبائي الطلاب نستعمل فيها عملية الضرب. فأنا لدي ثلاث مدن، إذا سأستعمل ثلاث مربعات فارقة بهذا الشكل. المدينة الأولى هي مكة، يزور مكة أولا. إذا لدي خيار واحد أمام خيار واحد للمدينة الأولى وهي مكة. أما المدينة الثانية أحبائي الطلاب فلدي خيارين: إما أن تكون الرياض وإما أن تكون جدة. فإذا هنا في الخيار الثاني أكتب اثنين، لدينا خيارين.
طيب، أما بالنسبة للخيار الأخير، طالما أنني قمت بزيارة مكة أولا وقمت بتعبئة الخيار الثاني، فيتبقى لدي خيار واحد فأضعه هنا أحبائي الطلاب. وعندما نضرب واحد ضرب اثنين ضرب واحد يكون الناتج اثنين. إذا عدد الطرق أحبائي الطلاب هي اثنين. ننتقل أحبائي الطلاب إلى السؤال الثالث، ويقول اكتب الكسور العشرية الآتية في صورة كسور اعتيادية أو أعداد كسرية في أبسط صورة. أحبائي الطلاب، هذا كسر عشري، والكسر العشري عند كتابته في صورة كسر اعتيادي نحذف الفاصل العشرية ويكون مقامه إما 10 أو 100 أو 1000 أو 10,000 وهكذا. لاحظ أحبائي الطلاب، هذه الفاصلة يمينها يوجد رقمين، إذا هذا الكسر هو عبارة عن 17 على 100. عندما يكون يمين الفاصلة رقمين إذا نكتب المقام 100، وإذا كان يمين الفاصلة 3 أرقام فنكتب المقام 1000. ولاحظ أحبائي الطلاب أن هذه المئة تنقسم على اثنين، ولكن السبعة عشر لا تنقسم على اثنين. المئة تنقسم على أربعة، السبعة عشر لا تنقسم على أربعة. المئة أحبائي الطلاب تنقسم على 25، السبعة عشر لا تنقسم على 25. إذا لا يوجد عدد يقسم المئة والسبعة عشر، إذا هذا الكسر في أبسط صورة. ننتقل أحبائي الطلاب إلى الكسر الثاني. الكسر الثاني أحبائي الطلاب لدينا 5.2. عندما نجد عدد على يسار الفاصلة العشرية فهذا العدد يكتب في صورة عدد كلي، خمسة هكذا لحالها. و2/10 نكتبها 2/10، لأن يمين الفاصل رقم واحد إذا يكون المقام 10. وبتبسيط هذا الكسر أحبائي الطلاب، الاثنان تنقسم والعشرة، العشرة والاثنان تنقسمان على اثنان. 2 تقسيم 2 يعطينا 1، 10 تقسيم 2 يعطينا 5. إذا الإجابة أحبائي الطلاب هي 5 و1/5. ننتقل إلى السؤال الرابع، اكتب الكسور الاعتيادية أو الأعداد الكسرية الآتية في صورة كسور عشري. لاحظ أحبائي الطلاب، الكسر الاعتيادي عندما يكون مقامه 10 أو 100 أو 1000 فمن السهل كتابته في صورة كسر عشري. الآن لدينا المقام 100، إذا نكتب البسط 55 ونعد رقمين من اليمين وعلى يسارهما نضع الفاصل العشري، 1 2، وعلى اليسار نضع الفاصل العشري هكذا. أما الكسر الثاني أحبائي الطلاب، نلاحظ أن المقام ليس 10 وليس 100 وليس 1000، فالآن نقوم بضرب المقام في عدد حتى يصبح المقام 10 أو 100 أو 1000. هذه الخمسة إذا ضربناها في 2 تصبح 10، ونضرب البسط في 2، إذا يكون الناتج 2 ضرب 2 4، و5 ضرب 2 10. إذا الكسر عبارة عن 6 و4/10. الستة تكتب على اليسار أحبائي الطلاب، والأربعة تكتب هنا ونكتب الفاصل العشري، إذا 6 و4 من 10. بهذه المسألة أحبائي الطلاب نكون قد حللنا هذه الورقة كاملة، ولعلها تعتبر مراجعة لهذا الفصل. أتمنى من الجميع أن يكون قد استوعب هذه الأسئلة ويتدرب من الكتاب على المزيد من الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ووفقكم الله لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.